تخيل إنك واقف في نص الليل في مكان مفهوش صوت، لكن السما بتنور كل شوية نور مفاجئ بينور ويختفي. فيا ترى إيه اللي بيحصل ده؟ ببساطة ده اللي بيسموه البرق الأبدي في فنزويلا. في مكان ما في فنزويلا بيحصل برق كل يوم ولساعات طويلة بمعدل 28 مرة في الدقيقة، ومش يوم ولا اتنين، لا ده أكتر من 260 ليلة في السنة. الظاهرة دي بيسموها برق كاتاتومبو أو البرق الأبدي. الظاهرة دي دخلت موسوعة جينيس كأكتر مكان فيه ضربات برق في العالم، وتحولت لمنطقة جذب للمصورين والمستكشفين من كل حتة. طيب ايه السبب في ده؟ الحقيقة مش عارفين بالظبط، بس العلماء بيعتقدوا انه بسبب طبيعة المكان، فهو عبارة عن بحيرة بيصب فيها نهر، والمكان كله بتحوطه الجبال، فبتحبس الرطوبة والحرارة والرياح، والمكان بيبقى بيئة مثالية لتوليد البرق بشكل شبه مستمر. بس طبعا كل دي افتراضات، والغريب بقى ان الظاهرة دي وقفت سنة 2010 لمدة 4 شهور، من شهر يناير لغاية إبريل من غير سبب. والعلماء فسروا الموضوع ده وقتها إن ممكن يكون حصل بسبب الجفاف، على اعتقاد إن الرطوبة هي سبب رئيسي في الظاهرة دي. والأغرب إن الظاهرة رجعت تحصل تاني بعد كام شهر ولسه موجودة وبتحصل لغاية دلوقتي. والحقيقة إن مهما حاولنا نفسر ونعرف أسباب كل ظاهرة بتحصل، برضو الطبيعة هتفضل تبهرنا بكل ما هو غير متوقع. وبس.